ولأن في شبه اتفاق ما بين المؤرخين على قصة إياح حتب وعلى فرحة المصريين بالانتصار على الهكسوس، وعلى الأغنية أو الهتاف ده. فأنا من رأيي إن أجدادنا ممكن جدا يكونوا استخدموا التعبير ام ان وأح بمعنى يحيى الملك أو يعيش الملك. وكان الأصل للعبارة هو ام ان وأح عح، أو يعني بمعنى تحيا الملك، الملكة إياح حتب، أو تعيش الملكة إياح. واللي مع الوقت ومع التطور اللغوي في اللغة المصرية سقط المقطع ام ان وفضل المقطع وأح، فبقت وأح إياح. ومع برضو التطور اللغوي ولسهولة النطق تحول نطق وأح لوح، وتطور بعد كده لوحوي. ده رأيي.